المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: البلاد تحتفل بعيد القطاس. تقييم أنشطة وزارة الزراعة. تطعيم الحصبة في معظم إقليم شمال البحر الأحمر. مسلحون يقتلون أكثر من 100 في نيجيريا. مبعوث كوري شمالي يجري محادثات في أمريكا. الصين وألمانيا تعززان التعاون في القطاع المالي. أهلا بكم مشاهدينا. احتفلت البلاد اليوم بحفاوة كبيرة بعيد الغطاس، وفي الاحتفال الذي جرى في أسمرة تجمعت التوابيت عشية العيد في كافة الكنائس برفقة المؤمنين في ساحة القطاس. وجرى صباح اليوم قداسا بإشراف رئيس مجلس بطارقة الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا لوكاس، واختتم الاحتفال برش ماء القطاس على المحتفلين بعد مباركته من نيافة الأنبا لوكاس والبطارقة والقساوسة. شارك في الاحتفال عضو مجلس الكنائس العالمية ومسؤول الشؤون الأفريقية دكتور نوغوسو لغاسي، ومسؤولو الحكومة ومسؤولو الكنائس والكهنة وعشرات الآلاف من المسيحيين. قيمت وزارة الزراعة في الاجتماع الذي عقدته يومي 17 و18 من يناير الجاري في العاصمة أسمرة بمشاركة الأعضاء ومن المركز والأقاليم، قيمت أنشطتها للعام الماضي وأطلقت برامج العام الحالي. وقدم في التقييم توضيحا حول أوضاع الأمطار والمحصول الزراعي في كافة الأقاليم وجهود تنمية الذرة والخضروات ونتائجها وضمان صحة الماشية ورفع إنتاجيتها ومنتجات العسل والألبان والبرامج الزراعية التي نفذت على مستوى البلاد والنواقص التي واجهتها. وأشار التقرير المقدم إلى ارتفاع إنتاج الذرة بنسبة 63% والخضروات بنسبة 76% والفواكه بنسبة 5% مقارنة بعام 2017 في الإقليم الجنوبي نتيجة غزارة الأمطار وانخفاض عدد الأبقار الحلوب بنسبة 3%. وأفاد تقرير إقليم جنوب البحر الأحمر بقرص حوالي 6000 من أشجار النخيل في مشروع تمور أبو، والذي مهدت له البنى التحتية المائية، ونمو 96% من هذه الأشجار، وارتفاع إنتاج العسل بنسبة 5% مقارنة مع العام السابق. وذكر تقرير إقليم القاشبركة بأن البصل يغطي 43% من إنتاج الخضروات والموز بنسبة 71% من الفواكه في الإقليم. وقد أنتج الإقليم أكثر من 1,000,000 كنتال من الخضروات و2,000,000 كنتال من الفواكه زيادة عن حاجته وصدرها إلى الأقاليم الأخرى. أوضح إقليم عنسبة عن زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 9% وازدياد إنتاج الخضروات بنسبة 13%. وأشار التقييم إلى الجهود الناجحة التي جرت على مستوى البلاد لمكافحة دودة الحشد والسيطرة عليها. أوضح الاجتماع برامج بناء 25 سدا صغيرا وكبيرا ومواصلة توسيع إنتاج البذور المحسنة وتوزيع بذور البطاطا المحسنة للمزارعين هذا العام. وشرح وزير الزراعة السيد الرافعين برهيف في الكلمة التي ألقاها البرامج الهامة التي يتوجب متابعتها وتقييمها سنويا. وقال إن الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه واستخدام البذور المحسنة وتخزين العلف الزراعي والدفع بتربية الدواجن ومراقبة دودة الحشد وتوسيع نشر موقد أدحنة من البرامج الهامة التي يجب تنفيذها. أوضح التقييم الذي جرى في مدينة مصوع أن تغطية رقعة التطعيم ضد الحصبة التي جرت من 21 وحتى 30 من نوفمبر الماضي بلغت 99%، وتوزيع
A بنسبة 100% في إقليم شمال البحر الأحمر. أوضحت تقارير المديريات أن النجاح الذي تحقق في التطعيم ضد الحصبة والحميرة وتوزيع فيتامين A جاء بتضافر جهود جميع المؤسسات الشريكة والمجتمع وتفاني الكادر الصحي. وذكر مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر أن أكثر من 60 من الدواب شاركت في نقل الكادر الصحي إلى المناطق البعيدة لنقص المواصلات وتضاريس الإقليم. وقال مسؤول البرنامج الوطني للتطعيم في وزارة الصحة السيد تدروس يحدقو أن حملات التوعية التي قامت بها لجان العمل المشكلة في كافة المديريات ساهمت في إنجاح البرنامج، مشيرا إلى أن 70% من الأطفال تم تطعيمهم في المدارس، وأن التطعيم بلغ على مستوى البلاد أكثر من 90%. وذكر مسؤول متابعة التطعيم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد فورتناتو ماريو أن النتائج تعكس الوعي الصحي المتنامي بأهمية التطعيم، ودعا لمواصلة التنسيق العالي لإنجاح برامج التطعيم ضد السحائي وسرطان الرحم المزمع تنظيمه قريبا. وقال حاكم إقليم شمال البحر الأحمر في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع أن تطور البلاد يتحقق بضمان صحة الأجيال، وأشاد بجهود الكادر الصحي للوصول إلى المناطق النائية، مؤكدا استعداد إدارة الإقليم للتعاون لإنجاح برامج التطعيم المستقبلية. عقد قائد الشرطة الإريترية العقيد محاري طقاي اجتماعا مع أكثر من 150 من قادة الشرطة الناشطين في كافة المراكز المنتشرة في البلاد ومسؤولي مكافحة الجرائم والمحققين. وقدم العقيد محاري طقاي تقريرا مفصلا في الاجتماع الذي عقد في 18 من يناير الجاري بالعاصمة أسمرة، تقريرا مفصلا حول مكافحة الجرائم والحوادث والمجهود المبذولة للكشف عن الجرائم وتخفيض الحوادث، بالإضافة إلى المهام التي جرت لتعزيز علاقة الشرطة بالمواطنين والنتائج المحصلة من العمل الجماعي. وقال العقيد محاري طقاي أن مراكز الشرطة هي عمل إداري لا ينقطع، والإيجابيات والنواقص التي تحدث هناك تعكس صورة الشرطة، مذكرا إياهم بالتعامل المهني الجيد، مشيدا بالعمل المنجز. وأوضح فيما يتعلق بخطط عام 2019 القضاء على الجرائم التي لا يمكن تحملها كمجتمع، مثل الرشوة وعدم الأمانة والتزوير والاحتيال والاغتصاب والعنف والقتل والتجارة غير القانونية وحوادث المرور. من جانبهم قدم المشاركون آراء وتوصيات تساعد على إنجاح الخطط الموضوعة. انخفضت الأمراض التناسلية عامة ومرض الإيدز بصورة خاصة بنسبة كبيرة في إقليم جنوب البحر الأحمر. أوضح مسؤول متابعة مرض الإيدز والأمراض التناسلية الأخرى في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد محمد نقوس في تصريح لوكالة إرنا إن نسبة الإصابة بالإيدز خاصة والأمراض التناسلية الأخرى عامة كان كبيرا في الإقليم قبل 20 عاما، وأن الجهود المنسقة الكبيرة التي جرت منذ عام 2003 أسهمت في خفض الأمراض. وأشار للقيام بتوعية استثنائية للحوامل للحيلولة دون انتقال مرض الإيدز من الحامل إلى الجنين. وأسفرت التحاليل التي أجريت على الحوامل والشباب في السنوات الأربع الماضية إلى تدني نسبة الإصابة بالمرض. وأوضح خطتهم لتقديم التحاليل الطوعية والإرشادات الصحية في جميع المؤسسات الصحية. دعا مدير مديرية نقف السيد يعقوب إدريس في اللقاء الذي أجراه مع مدراء الضواحي وممثلي المواطنين وموظفي المؤسسات الحكومية إلى تعزيز المساهمة من أجل الدفع بالبرامج التنموية. وبحث المجتمعون على الأوضاع الراهنة والمهام المرحلية وتعزيز برامج الجبهة ومجموعات أنشطة النفير، بالإضافة إلى مساهمة المواطنين في التعليم الأكاديمي وخاصة الإناث، فضلا عن توريث القيم وتعزيز الهوية الوطنية وغيرها من المواضيع الهامة. وقدم السيد يعقوب توضيحا مفصلا حول البرامج التنموية المتمثلة في صيانة الطريق الترابي الذي يربط مدينة نقفة بالعديد من الضواحي بطول 135 كيلومترا، ومشاريع المياه الصالحة للشرب ومد أنابيب المياه وبناء الخزانات، مشيرا إلى منح اهتمام أكبر للمساهمة الأهلية هذا العام. في غضون ذلك قدمت دورة تأهيلية لتعزيز القدرات الإدارية لمدراء الضواحي الجدد ومساعديهم وكذلك أعضاء مجلس مديرية نقفة. وأشار مراسل إرنا بأن
الدورة التي انتظمت في الفترة من 13 وحتى 15 من يناير الجاري تركزت على جودة وحفظ المستندات وتعزيز الكفاءة الإدارية وإدارة المعلومات الإحصائية وحفظ الممتلكات وحماية الموارد وحفظها وتعزيز العلاقات وغيرها من المواضيع. وقال مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية ناف السيد تسفاء أيوب أن الدورة هي جزء من الدورات التي كانت تنظم في مختلف الأوقات لتقديم خدمات إدارية نشطة وجيدة. بدوره ذكر مدير مديرية ناف السيد يعقوب إدريس ذكر بأنه يتوقع من الدارسين العمل بفعالية للاستفادة من المعلومات المكتسبة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، قال تقرير أعدته مجموعة من وكالات الإغاثة أن مجموعات مسلحة قتلت أكثر من 100 جندي واستولت على كمية هائلة من الأسلحة في اشتباكات بشمالي شرقي نيجيريا منذ 26 من ديسمبر الماضي، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات. ونفى متحدث باسم الجيش مقتل هذا العدد الكبير من الجنود. وقال التقرير أن الهجمات تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية وأجبرت آلاف الأشخاص على الفرار إلى مناطق أكثر أمنا في نيجيريا وإلى تشادي المجاورة عبر الحدود. ونفذ معظم الهجمات جناح حليف لتنظيم الدولة الإسلامية انشق على جماعة بوكو حرام المتشددة. وفي الشهر الماضي استولى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا على بلدة باجة التي تتمركز فيها قوة متعددة الجنسيات تقاتل المتشددين، واستعادت القوات باجة في وقت لاحق. وقتلت بوكو حرام نحو 30 ألف شخص وأجبرت مليونين على الفرار من ديارهم منذ بدء التمرد في 2009. بدأ مسؤول كوري شمالي بارز محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة تهدف إلى تمهيد الطريق لقمة ثنائية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ويمثل الاجتماع مع كيم يونغ تشول الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة يمثل مؤشرا نادرا على تحرك محتمل في مساعي نزع السلاح النووي التي تعطلت منذ الاجتماع التاريخي بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة العام الماضي. ولم يظهر أي مؤشر على تقليص الخلافات فيما يتعلق بالمطالب الأمريكية بأن تتخلى بيونغ يانغ عن برنامجها للأسلحة النووية والذي تعتبره الولايات المتحدة تهديدا، أو بشأن مطلب بيونغ يانغ برفع العقوبات. وانتهت القمة الأولى بالتزام مبهم من كيم بالعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبرها واشنطن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. وقعت ألمانيا والصين اتفاقيات لتعزيز التنسيق بين البلدين في قطاعات البنوك والتمويل وأسواق المال، وتعهدا بمزيد من فرص الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية. وتم التوصل إلى هذه الاتفاقيات بعد زيارة قام بها وزير المالية الألماني أولاف شولز لمدة يومين لإجراء محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، وهو أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ. وتباطأت التجارة بين البلدين وسط عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن كلاهما أبدى رغبة في إثبات أن العالم لا يزال متعدد الأطراف، واتفقوا على العمل من أجل تحسين الإدارة الاقتصادية الدولية والحفاظ على النظام العالمي المتعدد الأطراف ومكافحة الحمائية التجارية ودعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على قواعد من خلال منظمة التجارة العالمية. ووقع الجانبان خلال الحوار 3 وثائق حول التعاون بين البنوك المركزية والإشراف المصرفي والرقابة على الأسواق المالية والعقود الآجلة. قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد للتفاوض على رسوم
جمركية على السيارات في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة إذا وافقت واشنطن على إنهاء الرسوم على جميع السلع الصناعية. وأبلغت سيليسيا مالستروم مؤتمرا صحفيا استعداد الاتحاد الأوروبي لوضع رسوم جمركية على السيارات على طاولة التفاوض إذا وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية إلى الصفر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات السيارات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء. ساعة شعدة حمص مشات ساعة شوعدة أب إيري تيفي فيورينا. سمعت كسغي ماني بزما أخلك أطرمو كحف يلي زحبرك ناخوك إيه زيت ملس لي وي تسمرت تحت رخب دالك خمس غيرك تسنبدني هو ما نسمبات تسنبد يا أخي دمت يمطع وراري عبار سورة حراري أصلا أنت وريدك وحوي جنان كمسلن حسن بتاعي تايكم الجنون ده كما يماسل كذا أمبر قامي ده سبان هذا حال نقله أنا قاعد أترين اللغة بس أنا كنت اتفقت إذا حلوا نسبات زجبركم إذا أبسكم زي بالله أبدو خيط جزاي متيم بخمين بمنتين هريمة منونا هردأنا وينجر دخمي تقولوا أنا جرام تقولنا السبيازيا أنا أمس فلاتي خايت سدد كل حق كاي سمع عنده تجزاف كندي دنير عنده مسكا سبلا تصاخ أما قاعد بيت أدي خايت زر عبوا وين يديكم كل مساقا تعلم صغير له